وأتى يوم على السيارات اليابانية أن تتراجع خطوة للوراء مقابل تفوق السيارات الصينية بعد صراع تاريخي مرير، وبعد أن كانت السيارات اليابانية مهيمنة من حيث الإنتاج والابتكار والجودة، ولم تستطع الشركات الصينية حتى منافستها. تنجح علامات صاعدة في الصين في النهاية في انتزاع هيمنة السيارات اليابانية على أسواق آسيا والعالم. وقد كشفت بلومبرج عن أرقام تعكس تغيرا صادما لصالح الصينيين، فحصة اليابان في الإنتاج العالمي للسيارات هوت إلى النصف من 22% في عام 1998 إلى 11% في عام 2023. في المقابل تتصدر الصين الآن السوق العالمية للسيارات، حيث تنتج 39% من إجمالي المركبات الخاصة في العالم. وبالفعل فقدت علامات سيارات يابانية مشهورة مثل تويوتا وهوندا ونيسان حصصها في أسواق كبرى مثل الصين وجنوب شرق آسيا، مقابل ارتفاع حصة شركات صينية أبرزها BYD وجيلي التي تحقق مكاسب كبيرة. تراجع السيارات اليابانية وتفوق الصينية لم يأتي مصادفة، بل تبرره عوامل عدة. أولا، التقدم في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والأسعار التنافسية. ثانيا، بطء الشركات اليابانية في التحول إلى سوق السيارات الكهربائية الصاعدة، حيث اعتمدت علامات معروفة كتويوتا بشكل أكبر على إنتاج السيارات الهجينة. وسبب آخر يفسر التفوق الصيني هو تصدر السيارات الصينية تكنولوجيا البطاريات وابتكار البرمجيات، وهو ما تأخرت في الاستثمار فيه شركات كتويوتا وهوندا. وأنتم هل تفضلون السيارة الصينية أم اليابانية؟